صباح الخير. يلا حبايبي اصحوا المدرسة. صباح الخير على الحلوين، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير وباحسن حال. صباح يوم جديد عليكم. رجعنا تاني كده لفيديوهاتنا، ان شاء الله استمر معاكم باذن الله، مفيش حاجة تاني توقفني. قلت اصبح عليكم كده هوت وقت الشروق. اصبحنا واصبح الملك لله. الله على الجمال، بصوا المنظر عامل ازاي. ربنا يجعل ايامكم كلها خير وسعادة. عايزين ندعو لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصر غزة يا رب العالمين، ارحم امواتهم واشفي كل مرضاهم، اللهم امين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين يا رب العالمين. صباح العسل عليكم، صباح يوم جديد. قولولي عاملين ايه، اخباركم ايه؟ بجد وحشني قوي قوي قوي، مفتقدك والله، مفتقده القناه. بصوا عندي شغل كتير في المطبخ. انا خلصت اللانش بوكسات، تعالوا بقى ايه اوريكم ايه اللعبكه اللي في المطبخ ونبدا يومنا ازاي. بس ايه، خلي الشباك ده يهونهم هنا شويه. بصوا المنظر عامل ازاي. كان عندي مواعين كتيرة متبقية من امبارح، الصينية اللي فوق البوتاجاز ديت، وبصوا قد ايه غير المواعين اللي في الصينية اللي انا غسلاها دي طلعلي تاني وحلل. يلا الحمد لله، الله المستعان. دي بطاطس اللي هي الجديدة المطينة دي، كنت جايباها امبارح، هغسلها برضو، مش عايزة احطها في التربو وهي كده. عملت لانش بوكسات دي الصبح. بصوا كمية ادوية قد ايه بسبب البرد اللي احنا فيه. جايبه لهم بقى النهارده كراتيبي زيادة دوت، هياخدوه معاهم النهارده، جبته امبارح يعني وانا جاية. بس هحط لهم بقى ايه، هما بيحطوا حاجاتهم كده في اللانش بوكسات، بيقوموا من الساعة 5 حبايبي الصبح. وليلي طبعا لازم اعمل حسابها، حتى لو ما كلتش، لو انا اللي فتحته وكلت وبديها واحدة بس، واحدة كاراتيه بس وكلام من ده. بس هي لازم تبقى زيها زي اخواتها، لازم اجيب لها واحسسها ان انتي زيك زيهم. بس ازايز بتاعتهم بتاعت المية، بص عايزة تاخد اخدت اللي في شنطة اخوها، كانت اتكسرت وجبت لهم الازايز الكبيرة دي كويسة. واقفة عمالة تزن، انا كتمت الصوت بسبب زنها الكتير. هاخدها بقى اديها اللي هو الكاراتيه بتاعها بقى بزيادة، ده مصري. دلوقتي زياد حفظ الكود، بيقول لي يا ماما 622، انا مش عارفة ده صح ولا لأ. بيقول لي هو ده المصري يعني وكده. بس صاحية من النوم منكوشة ومدعبلة خالص. بس خلاص يا صغنن. تطلع بص على اخواتها ان هما يفتحوا لها، فكل واحد عارفين ان هما مش بيفتحوا لها، كل واحد هيرميها على التاني ويقول لها استني وجامد ولا مش هينفع. بصي شو والله يا صغنونة. سكر. بس نزلوا هما بقى على مدرستهم، وانا نمت لي ساعتين كده واستعذت بالله. المفروض ان انا امبارح كنت بغسل، كنت الغسيل كتير قوي، وكنت عايزه اغسل الكوفرته دي. غسلت بقى الكوفرتات كلها وشلتها. بس الكوفرته دي كانت اخر حاجه، انا اللي كنت بستغط بالكوفرته لاخر وقت. مطلعه لهم الدفايات، فلما حسيت بسقعه فخلاص بقولت اغسل دي وطلعت لنفسي دفايه. الملايه دي بناكل عليها، انفضها كده اهوت وهحطها فوق الجيركن ده كان فيه فيبه بتاع منظفات اللي هو مسحوق المواعين، بس خلاص كان عندي بقاله كتير قوي. ودي برضو كنت ملايه تانية بناكل عليها، بس خلاص دي هحطها في الغساله. بس الغساله اصلا فيها مرقت فيها بالليل ابيض، فاخدتهم هما بقى الملايه والكوفرته، حطيتهم في باسكت الغسيل، بحيث ايه لما برقد الابيض يومين، فلما الابيض يترقد وخلاص وتمام واغسله ابقى احطهم هما في الغساله يتغسلوا. بس الغساله فيها الابيض جوه اهو. بحط فيها الحاجه والمساحيق واديها لفه، وبعدين افصل عليها الكهرباء. بس افضي كل حاجه قدامي بقى في الرخامه. بصوا عندي العباقه رهيبه، كل يوم اقول هصور، وقتي مش معايا خالص. على ما بروح الدروس واجي من الدروس اليوم بيختفي بمعنى الكلمه. بعمل غدا الصبح، بجري حوالين نفسي والله، يعني انا مفيش الوقت اللي هو اصور واظبط كادر، وغصب عني، والولاد دايما بردانه، الله المستعان. على فكره من اخر مره نزلت معاكم الفيديوهات في رمضان، كنت انا قلت لكم هشوف يعني الفيديوهات وايه هكمل تاني ولا لا، بسبب حقوق طبع والنشر اللي كنت الفيديو منزله لكم. عملت كذا فيديو عندي، كنت رافعاهم خاص وكنت شغاله عادي على سن انزل لكم كده. كل ما ارفع فيديو خاص الاقيه مكتوب عليه حقوق طبع ونشر ومن غير موسيقى خالص.
فشلت برنامج المونتاج وجبت برنامج مونتاج تاني خالص اللي هو شغال عليه دوت. نزلت لكم فيديو قبل كده منه. فوالله الله المستعان بقى، قلت يمكن البرنامج نفسه بتاع المونتاج هو فيه مشكلة او فيه حاجة، مش عارف. يلا الله المستعان، واللي لينا فيه خير ورزق ربنا ان شاء الله ييسره لنا ويكتبه لنا. بس الحمد لله يعني، دايما بقول الحمد لله وما بعترضش على اي حاجة. انا برضى باي حاجة تجيني، يعني انا بحمد ربنا وما برضى بحاجة ربنا بيرضيني بيها بزيادة، يعني الحمد لله والله. بس بقى لملمت بقى حاجاتي. بصوا والله حاسه ان انا في مناهده. بصوا اللي بيجي في ايدي بلمه، يعني انا اللي بيجي في ايدي ما بصوا مش ماشيه بسيستم اعمل هنا الاول وهنا الاول، لا، حاسه ان دماغي مش مركزه. قله النوم وحشه، وليان بتبقى مصحياني طول الليل. لو صاحيه بالليل علشان تعبانه كده كده ببقى دماغي مش قادره. والوقت اللي هي ربنا يبارك فيها يعني مبقاش تعبانه ولا فيها حاجه، بتبقى هي مش عايزه تنام بالليل، هي سهيره عايزه تلعب. حتى لو قلت اظبط نومها مفيش الكلام ده عندها. اظبط نومها دي ما يبقاش بالنهار يعني عشان تنام بالليل وكده، برضو ما بتنامش بالليل. ولا في دماغها. بصوا بقى، انا كان عندي طبق كلاوي كده في الفريزر، طلعته الصبح وانا بصحي الولاد، رحت جايه مطلعاه وبسيب الحاجه كده على الحوض في طبق بيتحل تلجها عادي. وكمان هعمل ايه بقى النهارده، طلعت كيسه فيها كرنبيت. كان بقالي كتير انا ما عملتش الكرنبيت ده في بيتي من وزيزو صغير. انا مش باكل الكرنبيت زهر كده صحيح، ولا انا ولا بابانا، احنا باكله عجة قرص كده. فكنت هعمل الصراحة كام زهرة كده للولاد ياكلوهم، بس عملت نص الكيس عجة والنص التاني شيلته في الفريزر. وكنت جايبة عجينة فلافل، قلت النهاردة انا هعمل اكل كده ايه شعبي، عندي حاجات كتيرة ومش مالكة اعمل حاجات ايه اكلة تقيلة او كده. فقلت اخلص يعني يومي في البتاع ده، في البيت واللي ورايا. بص انا هعمل معاكم المطبخ وهكمل البيت مع نفسي، يعني فاهميني، عشان برضو ايه قلت ارجع معاكم ما تبقاش فيديو تقيل وطويل وكلام من ده، لا كده يبقى في السريع. طبعا عاملين مقاطعه بقى، ما فيش ولا نسكافيه ولا غيره، بجيب بريك برغم ان كوفي ميكس طعمه فظيع، بس اعمل ايه مضطره. القهوه عندي خلصت، كان عندي قهوه كنت عملت قهوه باللبن. فيلا الحمد لله. جربت الناس اللي بتقول مصر كافيه وحش، كنت بجيبه وانا في فتح الله وانا في الهايبر. فمدام قالت لي لا مش حلو ووحش وكده، فقلت لها بصي انا هجرب، يعني مش هخسر حاجه. فلما جبته لا طعمه حلو جدا على فكره. مين اللي بيقول ان مصر الكافيه وحش؟ والله العظيم طعمه كويس جدا على فكره يا جماعه. في بريك كافيه او كافيه بريك. بريك جربته قبل كده كذا مره اصلا، من قبل مقاطعاته من قبل اي حاجه كنت بلاقيه قدامي بجيبه. بريك حلو جدا، ومكتوب عليه من ورا برضو من تبع مصر كافيه، مصري برضو. ففي علي كافيه مثلا، بس هو علي كافيه بيبقى عالي شوية، فشوفوا انتوا عايزين ايه او بتحبوا ايه وتجيبوه. والله المستعان يعني. بصوا بقى انا بعمل ايه، انا بجيب اللي هي برطمان النسكافيه، خلينا في مصر كافيه، وبضربه، بحط البرطمان في بولة كده، او زي مثلا ايه الكروانة الاورنج اللي انا حاطة فيها الكرنبيت دي، وبملاه مية قد بالظبط قده مية تمام، ونص سكر، وبضربهم كلهم. عندك بقى في الكب اضربيهم، عندك مضرب يدوي اضربيهم لحد لما بيبقى رغوة تقيلة خالص كده زي الكريم جانتيه، وتحطيه في علبة في الفريزر، وبيقعد معاكي بالشهر كمان. يعني أنا بجيب العبوة ام 35 دي، وبتقعد معايا فترة طويلة جدا. لما بعوز بقى نسكافيه بحط السكر بتاعي اللي انا عايزاه في المج، وبغلي بسخن اللبن او المية عادي. وبعمل ايه بقى، باخد معلقة كبيرة من اللي انا مجفف من اللي انا ضرباه دوت، وبحطه في المج وخلاص اتعمل نسكافيه. عايزة كوفي ميكس بتاخديه وبتحطي عليه سكرك وبتضربي اللبن، او بتحطي اللبن والسكر وبس كده، وبتحطي له درج بيبقى كوفي، ايس كوفي. طبعا احداث الفيديو ماشيه معاكم، خلصت مواعيني وغسلت الحوض بتاعي وبنضف حاجاتي. بص بقى انا بعمل غدايا قبل ما بنزل الدرس.
بغسل المواعين وبعمل غدايا، ببقى اول ما بقوم من النوم بعمل السراير، ببقى منضفاها. طبعا بقى مش بمشي بالمكنسه الا الايام اللي انا فيها ما عنديش درس، مش بنزل بره، يعني انا طول الاسبوع بره، مثلا يوم الخميس يوم الجمعه كده يعني. تمام. بلمع بقى الخشب كله، بسيق الشقه كلها، بكنس في المكنسه كلها. الغسيل ده بيبقى يومي. باجي ارقد بالليل واقوم ارقد الصبح قبل ما امشي في الغساله، وباجي بالليل بعد الغدا وبعد كل ده الولاد بيذاكروا يكتبوا الواجبات، اشغل الغساله. الترقيده بتنفعني لو في بقع في اي حاجه بتطلع، فان انا باخدهم بالليل بقى والولاد ناموا وانشر وخلاص، على كده اقوم الصبح برضو ارقد غسيل اشيل غسيل كده. دي حياتي يوميا. بس دلوقتي انا بعمل ايه؟ بعمل الكلاوي وفي نفس الوقت بجهز بقى الاكل كله، يعني كل اللي عايز يتحبش، كل اللي عايز يتعمل، كل حاجه بجهزها. هنا بعمل ايه؟ اخدته بالتين وهنزل عليهم بقى بقيه الطماطم. كنت مقطعه طماطم مكعبات كده كتير، حطيت منها برضو على الكلاوي. الكلاوي مش بتنشف لما تنزلي عليها طماطمايه مقطعاها مكعبات او طماطميتين، فما تنشفش منك، بتبقى جوسي كده طريه. وهنا بصوا كان عندي خضره جايبه ب5 جنيه، شبت وبقدونس وكزبره. مش عايزه تحطي شبت ما تحطيش اللي انت عايزاه. خد كام حته كده من فوق، فرع بس هو اللي اقطعه كده من فوق، وهسيب الباقي ده كله اخرطه في كيس واشيله بقى في الفريزر. على الطماطم وعلى البيضتين. تمام. وهقلبهم في بعض كويس قوي، وهحط بقيه مكوناتي. ده انا بعمل العجه نفسها. بصي في ناس بتضرب الطماطم في الخلاط، اللي انت عايزاه اعمليه. طريقتك حلوه وطريقتها حلوه وطريقه ده حلوه وطريقتي حلوه، كل اللي انت عايزاه اعمليه. كلنا بنتعلم من بعض وكلنا، المهم ان انت تاكلي اكله حلوه من بيتك ونظيفه. مش مشكله الطريقه ايه، المهم الطعم ايه. جايز اعمل حاجه ما تعجبكيش، جايز تعملي انت حاجه ما تعجبنيش، جايز انا اللي اعمله يعجبك، جايز اللي انت تعمليه وانا متعوده على شيء حلو. ممكن تديني وصفه او اشوف وصفه على النت، او امي او اختي او اشوف صاحبتي مثلا، اي حد تعجبني اعملها اعتمدها. ليه؟ كلنا بنتعلم من بعض. هنا انا حطيت ايه؟ انا حطيت فلفل اسمر، حطيت ملح، حطيت 7 بهارات. انا بحب احط بهارات بس بظبطها، يعني المعلقه الصغننه دي اللي هي بتاع اللي بلاقي بيها الشاي كنت بحط نص معلقه. دلوقتي انا عندي في كل برطمان معلقه صغنونه فسفوسه خالص قد العقله، فبنزل من كل حاجه معلقه واحده من المعلقه الصغنونه دي. حطيت قلت لكم 7 بهارات، حطيت حبهان ورق لورا مطحون سنه بس بسيطه، عشان ده لو كترتيه بيمرر. بصوا الكلاوي انا حطيت فلفل اسمر وحطيت ملح دلوقتي، مش اكتر من كده. بعد ما استوت كمان حطيت ملح، وبرده ايدي فيها. وخرطت لها فلفل كوبي واحده برده وانا واقفه. هرجع لطريقه العجه تاني. حطيت ايه كمان؟ طبعا احنا بطلنا نجيب ماجي عشان هي من المقاطعه، فاللي هي فاين فودز وكده. فرحت حاطه ايه بقى دلوقتي؟ انا عندي بهارات ماجي نفسها جايباها من هايبر. حطيت برده معلقه صغيره، وحطيت حبه بابريكا وحبه خل صغيرين، وقلب قلب الكلام ده كده كله، ونزلت بشويه ميه ومعلقتين دقيق، وعملت الخلطه وغلفتها. عايزه نبوق؟ حاضر. بصوا هي دي الخلطه كلها. عملت كام واحده هنا اهو. عايزه بقى تعملي صوابع، تعملي متول كده، انا بحطه في الطاسه هو بقى بيشكل نفسه بنفسه. انا لسه هتعب نفسي في التشكيل بالسكالتي دي. بحب فيه الخضره باينه كده وطعمها، وبحب الطماطم صحيحه. طبعا بفرول بقى الكرنبيت فيها. عملت كمان حمرت لهم كام صباع بطاطس، هما يقعدوا ياكلوا الجزء اللي انا عملته ده وهوديهم الدرس. بس خلصت مواعيني وحاجتي، والباقي بقى ايه هيتعمل وقت